يا ترى مين هو الطبيب النفسي ومين المعالج النفسي ومين السيرتيفايد لايف كوتش؟ يعني انا اروح لمين امتى؟ الطبيب النفسي السايكايتريست هو خريج كلية طب، درس طب عادي جدا بس قرر ان هو يتخصص في الطب النفسي. هو الشخص الوحيد اللي مسموح له يوصف ادوية نفسية، هو الوحيد اللي مسموح له يحدد الجرعات ويوقف الادوية. بيهتم جدا بالأعراض وبالتشخيص. أكتر حاجة بتبقى فرقاله هل المريض محتاج تدخل دوائي ولا مش محتاج أدوية. بس هتلاحظوا حاجة، إن في دكاترة نفسيين بيسمعوا للمرضى بتوعهم وفي دكاترة تانيين بيكتبوا الدواء وخلصت على كده. النوع الأولاني الدكتور بيكون بعد ما خلص دراسة الطب درس علم النفس، فقرر إن هو يدمج ما بين العلاج الدوائي وبين الثيرابي سيشنز، لأنه شايف إن جزء مهم من خطة العلاج إن المريض يتكلم وهو يسمعه. لكن النموذج التاني مش شغلانته ان هو يعمل لك سيشنز، فلو لقاك محتاج بيحولك لمعالج نفسي. طيب امتى بقى احتاج ان انا اروح لطبيب نفسي؟ انا بحس ساعات ان انا زهقان، مخنوق، ماليش نفس اعمل حاجة. لا بصي، هي دي مش اعراض مرض نفسي، دي اعراض ضغوطات حياتية عادية كلنا بنمر بيها، خصوصا ان الزمن دوت صعب وكله تحديات وصربعة. امال امتى بقى تعرف ان انت محتاج تروح لطبيب نفسي فعلا؟ اهم علامة ان حياتك متعطلة، ابسط الانشطه اللي كنت بتعملها كل يوم وما بتاخدش منك اي مجهود ما بقتش قادر تعملها نهائي، والموضوع دوت مستمر معاك بقاله فتره 3 اسابيع وانت طالع في حياتك واقفه تقريبا. تاني حاجه، لو بتشكل خطر على نفسك او على اللي حواليك ما تستناش ثانيه. تالت حاجه، لو عندك مشاعر سلبيه بقالها كتير مكلبشة فيك وخنقاك ومهما عملت مش قادر تتخلص منها. لو في أفكار قهرية ووساوس مش عارف تسيطر عليها نهائي، قايم بيها نايم بيها. أو لو حصل اضطراب شديد في السلوك انت حاسس بيه واللي حواليك حاسين بيه وبقاله فترة معاك، بنلجأ له في الحالات الحرجة اللي فيها اضطرابات شديدة، زي مثلا الاكتئاب، الوسواس القهري، اضطرابات ما بعد الصدمة، الانتحار، الإدمان، الذهان، نوبات الهلع المستمرة، اضطراب ثنائي القطب. لازم قبل ما تروح لطبيب نفسي تسأل عليه كويس، لأن زي كل مهنة في الحياة في ناس بتتقي الله وفي ناس مش بتتقي الله. لو هو شايف ان بعد التشخيص حالتك مستدعية علاج دوائي هتكمل معاه، لو شايف ان حالتك مش مستدعية تدخل دوائي هينصحك تروح للمعالج النفسي. مين بقى المعالج النفسي؟ السايكوثيرابيست. ليه شروط كتيرة لازم تبقى موجودة فيه. أول حاجة خريج كلية آداب قسم علم نفس. تاني حاجة واخد دبلومة في الكلينيكال سايكولوجي، علم النفس الإكلينيكي. تالت حاجة واخد ماجستير في الاضطرابات النفسية والسلوكية. رابع حاجة واخد دكتوراه في فرع من فروع علم النفس هو اختارها، انه ياخد تدريب لمدة 2 على ايد معالجين نفسيين بروفيشنال سبقوه، وفي الاخر لازم ياخد ترخيص مزاولة المهنة. طب هو المعالج النفسي ده بيعالج ايه؟ بيعالج الاضطرابات النفسية والسلوكية اللي مش محتاجة تدخل دوائي. هو بيشتغل قوي على الماضي وعلى جروح الماضي، وبيركز قوي على تشافي الطفل الداخلي. هتحس في الجلسات بتاعته انك بتضرب في الخلاط، بيجيب القديم والجديد، لان هدفه تقييم صحتك النفسية ويوجهك ازاي تتعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية اللي موجودة عندك. بيعمل كده عن طريق انه بيستخدم ادوات كتيرة، منها العلاج المعرفي السلوكي، علاج الصدمات، العلاج الجدلي السلوكي، وبيستخدم مدارس علاجية كتير. نيجي بقى لتالت نوع، السيرتيفايد كوتشز. لو احنا اعتبرنا ان الصحة النفسية هي الخط دوت، فلو حضرتك عندك مشاكل واضطرابات نفسية وسلوكية وكنت تحت خط الصفر في الصحة النفسية، فانت ساعتها محتاج تروح لطبيب نفسي او معالج نفسي. ما ينفعش ابدا تروح عشان تتعالج عند لايف كوتش. لو حضرتك شخص ستيبل ومستقر ومتزن، كل المشكلة اللي عندك انك عايز حد يشجعك يحفزك، يبقى انت ساعتها موجود هنا محتاج كوتش. اول حاجة لازم لما تروح لكوتش تسأل هو درس فين والشهادة بتاعته معتمدة منين، لان في ناس كتيرة دارسين تحت بير السلم. بروح ليه للكوتش؟ علشان يساعدني اتحكم في مشاعري وافكاري. لو انا تايه فبيساعدني عشان احدد اهدافي، ازاي احط حدود مع الناس، وازاي اتعامل مع الناس، وازاي اتخلص من عيوب موجودة فيا واغير من طريقة تفكيري للاحسن. مهم قوي ان احنا يكون عندنا وعي بالصحة النفسية، وايه العلامات اللي نقلق لما نشوفها وايه العلامات العادية. بس في فرق بين ان احنا نهتم وبين ان احنا نوهم نفسنا.